كتير مننا عايشين حياتهم جوا صندوق. صندوق صغير مصنوع من طريقة معينة في التفكير، طريقة معينة في الشعور، طريقة معينة في التصرف والتعامل مع الناس، فرضيات معينة عن الدنيا والعالم وكل اللي حواليك، ردود فعل جاهزة على المواقف المختلفة، وساعات نمط ثابت من المشاعر المتكررة على مدار الوقت. اللي حابس نفسه في كام فكرة ومش راضي يشوف غيرها، واللي محبوس جوا مخاوف ومش بيحرر نفسه منها، واللي ساجن عقله في شوية تصورات وما عندهوش أي استعداد يسمع أي صوت غير صوته، ولا يشوف غير اللي في دماغه، ولا يحط أي احتمال غير اللي هو متأكد إنه حقيقة لا تقبل التشكيك. كل دي صناديق. اللي عايشة مع أولادها في دايرة مغلقة وموصلة ليهم إنها مصدر كل حاجة في الدنيا، من حب وحنان واهتمام وعطاء، في غياب أو حتى في وجود أبوهم. اللي بيحبوا بعض ومستغنيين ببعض عن الدنيا كلها، وكل واحد فيهم شايف إن التاني هو الماضي والحاضر والمستقبل. اللي معيشة جوزها في اختبارات نفسية طول الوقت علشان تشوف قد إيه هو بيحبها، أو قد إيه هو مستحمل، أو قد إيه نفسه طويل. اللي بيتعامل مع ابنه أو بنته أو مراته على إنهم ملكية خاصة ليه. كل دي برضه صناديق. صندوق الناس والمجتمع، صندوق العادات والتقاليد، صندوق إن لازم أكون الأحسن في كل حاجة، وإن ما ينفعش أغلط أو أضعف أو أفشل. صندوق التمسك والتعلق بحد على حساب نفسي، صندوق دور الضحية أو الجاني أو المنقذ، صندوق الطلاق اللي حاطط يافطة جواز، صندوق العيال اللي هضحي بنفسي وبحياتي علشانهم، صندوق الشغل اللي غرقان فيه وأنا أصلا ما اخترتهوش ولا بحبه. صناديق مغلقة ودوائر مقفولة بيعيش فيها أصحابها وهم مغميين عينيهم، وساعات عيون اللي حواليهم كمان، وممكن يفضلوا كده لغاية ما يموتوا وهم ما يعرفوش مجرد معرفة إن في عالم تاني مختلف تماما برا صناديقهم، وإنه في حياة كاملة برا سجنهم.